ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنيه، والنهارده هقول لكم ازاي بنطلع الملوخيه من الفريزر ونعملها بلونها الاخضر الجميل من غير ما تسود ومن غير ما تسقط في الحله ومن غير مشاكل الملوخيه الكتير دي. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، بنشتري الملوخيه ونقرطفها ونغسلها كويس جدا. بعد كده بننشفها ما يبقاش فيها ولا نقطة مية، ونحطها في اكياس. كل كيس فيه الكمية على قد الطبخة، يعني ما ينفعش اشيل في الكيس كمية كبيرة واطلع اخد منه شوية وبعدين ارجعه تاني الفريزر. لا، يفضل ان انا اخلي كل كيس على قد الطبخة. اما باجي اطبخها بطلع الكيس وهي مجمدة تلج كده، ما بسيبهاش حتى تفك دقيقة، بروح حطاها في الكبة تتفرم. في نفس الوقت ده بكون حاطه الشوربه على النار، شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، اي نوع شوربه انت بتحبيها، المهم تبقى على النار بتغلي. بعد ما بتتفرم معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بروح حطها في الشوربه حلو، بقلبها، بسيبها يا دوب بس تقلب قلب، تقلب ما تغليش. الملوخيه اما بتغلي بتفصل وبتسقط ولونها بيغمق وبتترمي ما بتتاكلش. بعد كده بروح حاطه حته زبده حلوه كده او حته سمنه او زيت اللي انتوا بتفضلوه، بحط عليها التومه تتحمر، شويه كزبره صغننين حلوين كده. وبعد كده اول ما بياخدوا اللون الحلو ده بروح حطاهم على الملوخيه تقليبه صغيره، وبروح طفي عليها وبتطلع معانا بالشكل القمر ده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.